كيكة البرتقال في الخلاط مفيش اسهل ولا اسرع من كده، هشة وطرية زي القطن. هنحتاج 3 كوبايات دقيق، هكتب لكم المقادير بالجرامات في الكابشن، ومعلقتين بيكنج باودر ورشة ملح، ونقلب كله مع بعض. في الخلاط هننزل ب4 بيضات وفانيليا بالبرتقال ومعلقة كبيرة خل وكوباية ونص من السكر، وكمان نص كوباية من الزيت ونص كوباية من الزبدة وعلبة صغيرة من الزبادي وكوباية عصير برتقال، ونضرب كله مع بعض. بعد كده هنركن الخلاط على جنب ونجيب بولة نصب فيها الخليط، وننزل كمان ببشر برتقال، والدقيق نكون نخلناه كويس مرتين 3 كده، وننزل بالكيكة في القالب ونخبط خبطتين عشان الهواء. هندخلها الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 لمدة نص ساعة على الرف اللي في النص، ونتابعها كل شوية. ده شكلها بعد نص ساعة، وبجد ريحتها كانت قلب البيت كله، وحقيقي ريحة الكيك في البيت بتحسس بالدفى جدا. وهنا جت اللحظة الحاسمة، وطلعت الكيكة تحفة ومظبوطة وملزقتش، عشان قالب الكيك دهنته بالسمنة وعفرته بالدقيق كده، تضمني ان الكيكة متلزقش وتطلع تحفة كده وهشة زي القطن. مش محتاجة حاجة جنبها غير كوباية شاي رايقة. فولو الوصفات اكتر سهلة وسريعة.